السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم مع وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. اليوم راح نشارككم كيفية تحضير طمينة الفول الأخضر على طريقة جداتنا وأمهاتنا. هاد الأكلة شعبية معروفة بزاف في ولايات الشرق الجزائري. اللي دخلوا أول مرة لقناتي نقول لكم مرحبا بكم معايا، ما تنساوش الاشتراك والإعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. ومتابعي الأفاضل، نشكركم على تعليقاتكم الجميلة المشجعة، ودمتم معي أوفياء إن شاء الله. وعلى بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. بعد ما نقشر الفول نتاعي ونغسله مليح نديره في الكسكاسي فور كما راكم تشوفوا هنا. حبيت نوري لكم نوعية هذا الفول، راه طري، سبق لي ودرت لكم فيديو باش نوضح لكم كيفاش تعرفوا الى الفول نتاعنا راه طري. نخليه على النار مدة 45 دقيقة حتى لساعة، بلا ما ننسى ندير له كمية من الملح قبل ما نطفي عليه. هكذا الفول نتاعنا يستوي، يعني يطيب مليح ونتحصل على هذا الشكل اللي راه واضح في الصورة. وهذا الفول اللي عندنا اليوم نقدروا نحضروا به عدة أطباق شعبية جزائرية معروفة، من بينهم الطمينة اللي راح نحضرها لكم نهار اليوم. في صحن كبير ندير كمية من الفول وهو ساخن قبل ما يبرد، نضيف معاه ربع الكمية زبدة ونخلط مليح حتى يتلبسوا حبات الفول بالزبدة، ونضيف البسيسة تقريبا نفس كمية الزبدة، ونخلط مليح حتى يندمجوا كل المكونات مع بعضهم، ونتحصلوا على طمينة مغذية صحية ولذيذة. وهنا نكون وصلت معكم لنهاية هذه الوصفة. ما بقى لي غير نقول لكم للفيديو الجاي مع وصفة جديدة. نخليكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.